كلمة إخواني، آخر كلمة. ماشي جيتيو باش تحضروا ويتسمى حزب العدالة والتنمية، راه باقي عنده الجمهور ديالو. حزب العدالة والتنمية عنده الجمهور ديالو. حزب العدالة والتنمية إذا كان وقع في خطأ ديال التوقيع حنا كنقولوها، ولكن عمر الحزب ما كان مع التطبيع. الحزب ضد التطبيع، كان دائما ضد التطبيع. هذاك حدث. هذاك حدث معزول سيحسم فيه التاريخ. حزب العدالة والتنمية عنده طبيعة في اللجان ديالو. ماشي حنا اللي تنعاديو اليهود ديال إسرائيل، هما اللي تيعاديونا، حيث الله سبحانه وتعالى كيقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. واش بغيتيو تحيدوا القرآن الكريم؟ والذين أشركوا حيدوا القرآن الكريم ونتفاهموا ديك الساعات. لا، الشعب المغربي وحزب العدالة والتنمية منه ما عمره ما كان مع التطبيع، وما عمره غادي يقبل يكون مع التطبيع. الدولة لها إكراهاتها، هذا شغلها. حنا ما غندخلوش مع الدولة وما غندينوش الدولة ديالنا. الدولة ديالنا والملك ديالنا، وانا كنعرف اش تنقول، انا اشتغلت معاه، ولهذا حنا سيدنا لن ينتظر منا الا المسانده في المشروع. ولكن باغي نقول لكم انتم الابناء العداله والتنميه، ما تمشيوش تنعسوا، اتصلوا بالناس، شرحوا لهم، وضحوا لهم، قولوا لهم الخطر عميم، قولوا لهم راه الاخوان الفلسطينيين راهم اخوتنا. انا الوالده ديالي الاخوان سميتها الشامي. فين كاين الشام؟ فين كاين فلسطين؟ في الشام. نحن منا ونحن إخوة بالعقيدة قبل أن نكون إخوة بالدم، ونحن إخوة بالدم، والذي يقع لهم يجب أن نستشعره، والذي يقع لنا يجب أن يستشعروه. فيجب اليوم علينا أن نسير في هذا الاتجاه. وأدعو الذين ضل سعيهم في هذه الحياة في اتباع السراب أن ينتبهوا. كيف يعقل أن ننتظر الخير ممن يفعل هذا بالأطفال عموما حتى وإن لم يكونوا مسلمين؟ فكيف بالأطفال المسلمين؟ وكيف بالجيران؟ وكيف بالرجال؟ وكيف بالنساء؟ وكيف بالشيوخ؟ وكيف بالمرضى؟ وكيف بالخدج؟ راح نقول لكم الحقيقة الإخوان، راه ما بقاتش عندي القوة النفسية باش نشوف الأخبار. كنت أتتبعها في وسائل التوقع، في وسائل يعني التواصل الاجتماعي، باش نعرف شنو كاين في العموم وفي الأساس. ما بقاتش، ما الغالب الله.